صباح الفل. معاكم دكتور الكورة بأجواء صيفية كده، هنتكلم على كذا موضوع مهم جدا. قبل أي حاجة لازم الإشادة بالجهاز الفني الأهلاوي من ولاد الأهلي بقيادة عماد النحاس ومحمد شاو ومحمد نجيب، ثلاثة لعبوا مع الجيل الذهبي للأهلي بره نريب مانو جوزيه المدرب الأسطوري، مع محمد يوسف المدير الرياضي اللي كان مدير فني لو خد بطولة أفريقيا قبل كده، وخد كأس أفريقيا مع 98 مساعة محمود الجوهري. إذا ناس لعيبه كانوا كبار في الاهلي وفي نفس الوقت اتمرنوا مع مدربين كبار جدا، فشهاده نجاح شابوه ليهم جدا واعلى من المتوقع. انا ما كنتش متوقع ان هم يعملوا القصه دي كلها، وده لازم نشيد بيها. انا ما كنتش مع اقاله كولر بدري، ودي حاجه انا بتكلم فيها لان انا ما كنتش عايز الفرقه تفرط، لكن عماد النحاس نجح في اللي انا كنت خايف، يعني اللي كنت خايف منه الحمد لله ما حصلش مع عماد النحاس. انا عايز بس اقول لك كلمتين الفرق بين عماد النحاس وكولر في نقطتين. يعني كولر كمدرب خواجه، كل المدربين الخواجات كده جاي ياكل عيش، هو جاي خايف يمشي، خايف يمشوه. والكلام ده ينطبق على يوروسيتش وباسير وكل المدربين اللي بيدربوا في الدوري المصري، مش بتكلم على المدربين الاهلي فقط. والكلام ده حصل مع مارتن وباسيرو لما كان في الاهلي وموسيماني وكل الناس دي كلها. الراجل جاي خايف. في عندنا ازمه في مصر، وهيكتور كوبر كمان لما مسك المنتخب عندنا ازمه مصر، الدفاع وحش قوي. فهو اللي بيحصل ايه؟ انا عندي 4 مدافعين بيدافعوا وحش، كولر يعمل ايه؟ يقول لك احط قدامهم 3 بيدافعوا والاثنين الوينجات بيكونوا بيدافعوا كويس، يبقى انا بدافع ب9، يبقى انا ضمنت مش هيخش فيها جول، وربنا يكرمني بقى قدام اجيب جول. طب وامتى بقى تشد بقى وتعمل؟ لا، في اخر الماتش بقى تكون الفرقه قدامي ايه، لقيتها قلت ولا حاجه، روح بقى منزل ناس تهاجم وتجيب جول. ده كان فكر كولر، وده كان فكره من بعد ماتش صن داونز اللي غلبوا 5-2. قبل كده لا، كان بيلعب 4-2-3-1، كان برونو سافي بيلعب 10، وكان الهجوم بشكل كبير في تحفظ دفاعي، ولكن مش بهذا العنف يعني. فدي كانت الفكره بين كولر وعماد النحاس. عماد النحاس بيهاجم بالاول، انا عندي الاربعه ما بيدافعوش، ايه المشكله؟ اشيل منهم 2، اخلي الباكات يطيروا وابقى بهاجم ب8، يخش فيها جون ارد ب2 ارد ب3، وده اللي حصل في ماتش المصري وماتش بتروجيت لما دخل فينا جول. انا كنتش عايز اتكلم بعد ماتش حرس الحدود لان حرس الحدود فريق ضعيف، فريق ضعيف فعلا، ومن غير مدير فني بعد ما محمد يوسف سابه. فعشان كده انا كنت بتكلم بعد ماتش المصري. فعلا كان ماتش كويس جدا من عماد النحاس، اشتغل كويس، الدوافع عند اللعيبه كانت كويسه، ودخل في جون وكان هيخش الثاني، والراجل اشتغل، وبعد 15 دقيقه كان بيسخن الاحتياطي عشان يحفز اللعيبه. ده شغل مدير فني. طيب بالنسبه للمدير الفني، الاهلي خلاص تقريبا انهى اتفاقه مع مدرب اورلاندو بايرتس، الراجل اللي هو ريفيرو المدرب الاسباني اللي كان بيدرب في اورلاندو بايرتس. اورلاندو بايرتس عمل شغل كويس في دوري الابطال، فمدرب درب في افريقيا وعارف القصه دي كلها، صغير في سن 49 سنه، فيبقى الشغف عنده موجود. افكاره هجوميه، ما بيركزش قوي في الدفاع، فده قد يكون ملائم للسكواد اللي موجود في الاهلي. بالنسبه للسكواد هنعمل شويه فيديوهات كده، هنحلل سكواد الاهلي والصفقات اللي جايه سؤال ان شاء الله. فالسكواد الاهلي حاليا كله سكواد هجومي، فانت عايز مدرب بيلعب فكر هجومي، هو مش مهتم بالدفاع قوي، ده هيبقى شكلنا سيء في كاس العالم، ولكن كاس العالم مرحله، هم 3 أو 4 ماتشات مش موسم يعني. فدي الفكره. فريفيرو يعني انا مش متفائل بيه قوي، لان مش مهتم قوي بالنواحي الدفاعيه، لكن يعني ان شاء الله الناحيه الهجوميه تبقى جيده. اورلاندو بايرتس من الفرق اللي كانت بتكسب بره ارضها ومش بتعرف تكسب على ارضها، لان هي بتلعب بضغط هجومي عالي جدا. هنتفرج ونشوف. انا عاده مش بحب احكم على اللعيب او المدير الفني قبل ما يجي عشان ما ارفعش سقف التوقعات بتاعتي بالنسبه له، لكن ان شاء الله خير. طيب في نقطه تانية عايز ان انا اتكلم فيها، هي نقطه اختلاف اللائحه من السنه اللي فاتت للسنه دي، وقصه ال3 نقط والحاجات دي كلها. فانا هحكي لك الموضوع من اوله. السنه اللي فاتت كان ماسك لجنه المسابقات الحاج عامر حسين، الراجل ده كان حاطط لائحه، اللائحه دي كانت واضحه وصريحه، حالات الانسحاب 1 2 3 4، زي ما جاش فريق ساب الماتش كده، وده ينطبق على إن موقف الاهلي انه ما راحش الماتش، فده يعتبر منسحب. السنه دي مشي الحاج طارق الحاج عامر حسين، وجه اخونا طه عزت عمل ايه؟ راح جاب لائحه الدوري الاماراتي كوبي بيست حطها عندنا. فالدوري الاماراتي مختلفه شويه والكلام مش واضح، فاذا مكتوب ايه؟ مكتوب ان حاله الانسحاب كواضحه وصريحه كده في حاله بس ان الفريق خرج من الملعب في وسط الماتش، جه قال لك بص مش لاعب وساب الماتش ومشي، ده الفريق اللي يعتبر منسحب، زي الحركه اللي عملها الزمالك في السوبر الافريقي وبعدين رجع في الملعب. تمام. انما فكره ان فريق ما يروحش الماتش قال لك يعتبر خاسرا، لكن ما قالش يعتبر منسحبا. دي ثغره قانونيه، ثغره قانونيه. هتقولي طب ليه الرابطه من الاول ما قالتش القصه دي كلها ونزلت عليها عقوبه 6 نقط؟ لان انا بقول لك الرابطه اصلا ولا اللي حط اللائحه ما قراهاش، ده خدها كوبي بيست من بتاع الدوري الاماراتي، هو اصلا ما قراش اللائحه اللي هو كاتبها.
هو لو قرا اللائحه اللي هو كاتبها كان عمل كده من الاول، لان هو من الاخر الرابطه بتحاول تليس الدنيا عشان ما تزعلش الاهلي. هو جامله الزمالك يعني الزمالك كسب ماتش ما كانش هيكسبه، فخلاص هو كسبه. طب الاهلي ما خصمش منه الثلاث نقط باعتبار ان هو خلاص بقى ايه، ونخليه يفضل في المنافسه فما ينسحبش ويكمل الدوري، والقصه دي كلها كانت تمشي. لو الرابطه مركزه ان اللائحه ماشيه كده كان طلع قرار كده من الاول. انما انا عايز اقول لك ان الرابطه نفسها ما قرتش اللائحه اللي هي كاتباها. والاهلي يوم ما راحش الماتش ما كانش في دماغه ان في بند الانسحاب والقصه دي كلها. ده اكتسبناه يعني، اكتشفنا القصه دي اكسيدنتالي كده بالصدفه يعني، واحنا بنقلب في اللائحه. واعتقد ان هو ده القرار الاقرب. تسالني عن رايي انا، لا، رايي المفروض الاهلي يتخصم منه الثلاث نقط، عشان انا ما حدش يمسك عليا زله ويقول لي انت خدت دوري عشان مجامله ولائحه والقصه دي كلها. بس لو انا ما تخصمش منه ثلاث نقط عشان اللائحه، مش هسيبك بقى من الظروف القهريه والكلام ده كله، ان الظروف القهريه دي هنقعد نتعاير بيها طول حياتنا. انما لو اتقال اصل اللائحه بتقول ان اللي ما يروحش يعتبر خسران وما يعتبرش منسحب، فبند الثلاث نقط ما تتخصمش، على راسي من فوق، وده بند قانوني ولا اجتهاد مع نص. انما هتقول لي ظروف قهريه، لا انا مش عايز ظروف قهريه. الاهلي خد خطوه فادته في الدوري. هتقول لي فادته ازاي؟ هقول لك فادته ان بيراميدز بدل ما كان بيتجامل وبدل ما كان بيهيئ اعلاميا وكل حاجه انه بطل الدوري، لا بقى بيتعامل بالعدل. يتغلب من فاركو، يتعادل مع المصري، يتغلب من البنك الاهلي. انا عايز اقول لك ان بيراميدز من ساعه ما بدا الدور الثاني، او من ساعه ما حصل ماتش الاهلي والزمالك القصه دي كلها، ما كسبش غير ماتش حرس الحدود بتاع محمد فاروق، مش عايزين نتكلم. فانا بقول لك انه ما كسبش غير حرس الحدود. ليه؟ لان هو مضغوط، مش ماتشات مش بتتسهل له تحكيميا زي ما كان بيحصل. بمناسبه بيراميدز، ايه سبب سوء مستوى بيراميدز؟ انا هقول لك، هفند لك. في اسباب واضحه، في اسباب مش واضحه. ايه الاسباب اللي مش واضحه للناس؟ لو انت فاكر 30/8 اللي فات، بيراميدز كان بيلعب على نهائي الكاس مع زد، فهو يعتبر الموسم بتاعه لاحم في موسمين، اللعيبه مش واخده على الضغط ده، فهو بدنيا وقعوا. تاني نقطه، ان هو راح لعب حاجات ما كانش بيلعبها، يسافر جنوب افريقيا يلعب اورلاندو بايرتس ويرجع، ويروح يلعب ماتش في المغرب مع الجيش الملكي، ويلعب مع الترجي في تونس. اي نعم هو اتغلب، بس كل دي طحن هو مش واخد عليه. تاني نقطه، طبعا في اصابات. الاصابه السياسيه بتاع رمضان صبحي اللي انا حتى الان مش عارف سببها ايه. هل بقى مشكله المنشطات والتحاليل والحاجات الغريبه بتاعته دي؟ الحقيقه انا مش عايز اتدخل فيها، لان انا حقيقي مش عارف هي حقيقه ولا لا. مصطفى فتحي كان عنصر مهم جدا واتصاب في الناحيه الهجوميه. زائد ده المدير الفني، الناس بتشيد بيه ان هو مدير كويس. كويس، هو الوحيد اول واحد جاب بطوله لبيراميدز، وربما يجيب لهم بطوله ثانيه، لانه لسه حتى الان بينافس على الثلاثيه ويقدر ياخدهم الثلاثه. ولكن أنا في النهايه انا شايف ان هو فنيا في مشاكل، ما بيعرفش يدير الماتشات كويس، الدنيا بتقع منه. وفي نقطه مهمه جدا، انه خواجه زي كولر زي كوبر جاي يكسب كل الماتشات. ففكره بقى ان انا ايه، طب ادي فرصه لمروان حمدي مره، بيستو مايلي يقعد شويه عشان انزل مروان حمدي، انزل عبد الرحمن مجدي. هو النهارده اللعيبه دي هو محتاجها ومش لاقيها. يعني فين عبد الرحمن مجدي؟ فين من اول السيزون؟ فين يوسف اوباما؟ فين الناس اللي هم الدكه الثقيله بتاعته اللي المفروض تسنده؟ ده حتى صديق اجولا مستواه نزل. فده شغل الخواجات. انا بثبت تشكيله وبلعب بيها كل الماتشات، بموت الاحتياطي. وده كان الكلام مع كولر والخواجات كلهم كده على فكره. انت جاي لو خسرت ماتش هنمشيك. فدي نقطه مهمه جدا، ودي اسباب انخفاض مستوى بيراميدز. مش هديش دعوه بماتش بيراميدز والزمالك، اللي يحصل. بيراميدز اقوى من الزمالك عشان بس الكلام يبقى واضح. فلو بيراميدز كسب ده هيبقى الطبيعي. الزمالك بقى يلعب، والحماس والطموح والقصه دي كلها دي حاجه مش هنتدخل فيها. الزمالك حتى الان على فكره عنده امل انه ياخد المركز الثاني، مش من الاهلي، من بيراميدز. الفرق بينهم 6 نقط. فهو لو كسب بيراميدز وقع في ماتش سيراميكا او بتروجيت بالهزيمه، وده وارد، خاصه ان الماتشات دي وسط ماتشات افريقيا اللي هو هيبقى مركز فيها عشان البطوله الاعلى، لانه ساعتها هيبقى خسر الدوري. انت لو كسبته هيبقى خسر الدوري، هيبقى الفرق بينه وبين الاهلي 4 نقط، فيبقى خسر الدوري. ان شاء الله بعد ما نكسب الماتشات الثلاثه، يعني الاهلي يكسب الماتشات الثلاثه، يعني عشان الكلام يبقى واضح، ساعتها ممكن يوقع ماتش الدوري عشان يركز في ماتش افريقيا. فساعتها الزمالك يبقى عنده امل في المركز الثاني. بس انا مش هتدخل في قصه الزمالك. ان شاء الله في مجموعه فيديوهات جايه هنحلل فيها السكواد بتاع الاهلي كاملا، مركز كده، واتمنى اسمع راي الناس. كل سنه طيب.